بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم عزيزاتي الغاليات المتابعات. حبيت اليوم أشارككم وصفة السفة المغربية. ما أعرف شلون يلفظوها، بس هي من الوصفات اللي أنا من زمان كنت أسويها، مو بس قبل لا أفتح القناة، من قبل اليوتيوب نفسه. متابعتها على التلفزيون لفتت انتباهي، لأن إحنا معتادين الشعرية نطبخها ويا التمم، لكن بهذه الوصفة راح نتناول الشعرية بالطبق وحدها، بديل عن الرز، يعني هي تكون المكون الأساسي لوصفتنا لليوم. نحاول نشتري شعرية نوعية جيدة حتى ما تعجن، ويفضل أن تكون خيوطها ناعمة جدا على قدر الإمكان. احنا بكل الأحوال راح نضيف لها القليل من الزيت والملح. الكمية اللي نحتاجها من الشعرية حسب عدد أفراد الأسرة. أنا بالنسبة لي اشتريت هذا المغلف 500 غرام، لكن استعملت نصه بسبب المصفي اللي راح استخدمه صغير بالحجم. أريد الشعرية تاخذ راحتها بالجدر، ولازم تحتها جدر قياسه مناسب ما يتسرب البخار. وأيضا أحتاج كتلي مي دا يفور هذا، والجدرية خليت بيها ماي أكثر من نص مقدارها. ما أريد الماء يكون قليل ويتبخر، وبنفس الوقت ما أريده يلامس الشعرية. أول الخطوات راح أفرد الشعرية بصحن مناسب. أنا كنت أفضل أنه الصحن شوية ينثني عندي، حتى مو كل شوية أرفع بالشعرية بإيدي، هو أثنيه وأفرغ مباشرة من الصحن للمصفي. لكن اليوم حبيت أشارككم طبق جديد، هذا شوي نوعيته قوي، ما انثنى عندي، فمو مشكلة. راح نبدي الوصفة. أول شي نضيف الزيت، قليل من الزيت، تقريبا ملعقة طعام، وندلكها كل الزين بكل خيوط الشعرية. نريد كل الشعرية تاخذ من الزيت، يعني بشكل ما نقول نبسها بإيدنا حتى تتشرب كل هذه الشعرية من كل جوانبها بالزيت. أنا يهمني أنه أسرع لكم الفيديو حتى ليس مطول عليكم. بنفس الوقت بعض الخطوات لازم تشوفوها زين، تشجعون تسوون الوصفة وتفهموها. شوية هي بها مراحل، بس راح تشوفوها كل سهلة، وبس تجربوها مرة واحدة راح تفهموها، ويعني تحبون تسووها مرات عديدة. هنا بعد ما خلطتها كلش زين راح انقلها على الطباخ. هنا مثل ما تشوفون دا احولها بهذا الشكل، وتقدرون شوية شوية تشيلوها بايدكم. راح اخليها تنطبخ على البخار، ارتبها شوية بالقدر. هنا دا اشوف لكم اياها، وغطيتها تقريبا مدة 5 دقائق. هنا غيرت زاوية التصوير حتى تكون اوضح عليكم، حبيت شوية اقلبها، وهاي الخطوة يعني مو ضرورية. بعدين راح اضيف المي الساخن فوقها مثل طريقة تنقيع البرغل. اخلي كل الشعرية طبخ بهذا المي. وطبعا هي الفيديوهات مختلفة الطرق، بس انا اختارت لكم اسرع واسهل طريقة، وخطواتها صحيحة ان شاء الله. هنا ننزل من عندها المي الزايد. هنا اخذت لكم اياها تصوير قريب تشوفوها. بالنسبة لكم يعني تشتغلوا على نفس الطباخ اذا تردون، بس انا على مود تشوفون طريقتي. دا احاول بايدي يعني افلفلها حتى لا تعجن. دا احاول هذا المي اللي ضفته يعني يتشرب بكل الشعرية. شوية اذا احسها ساخنة ارجع بالشطل احركها الشوكة او بايدنا. وهنا هي هاي الخطوة لازم اسرعها لكم، بس انا اريد تشوفون يعني الطريقة زين. انه دا نحاول نخلي المي بكل جوانب الشعرية ونفكفكها بايدنا، ما نخلي تكتلات بيها. وللإعادة أنا كل اللي سويته طبختها شوية على البخار فد 5 دقائق، بعدين صبيت عليها المي الساخن
شربتها كل الشعرية بالمي الساخن، ومباشرة شلتها نقلتها بهذا الصحن. وهنا أنا قدامكم دا أفلفلها للشعرية يصير بها المي من كل الجوانب. هسه هاي المرة الأولى اللي أني مزجت المي بالشعرية، ودا أكتب لكم المراحل تحفظوها إن شاء الله. راح أبدي أرجعها للمرة الثانية على البخار تنطبخ بنفس المصفي، وأنا كنت منصاية النار، المي ما ريده يتبخر أثناء ما أني مشغولة ومبتعدة عنه. مجرد أرجع الشعرية على المصفي أعلي النار من جديد، ما ريده يبرد، ما أريده يتبخر المي ولا أريده يبرد حتى تنطبخ كل زين. هنا أنا غطيتها، ونقدر نستمر مغطيها مدة 5 دقائق كاملة، بس أنا حبيت اجتهاد من عندي بعد مرور 3 دقائق بديت أقلبها، نخلي كل الطبقات تتعرض للبخار بنفس الدرجة وبخفة حتى لا تعجن. وهنا أنا قبضتها دا أكمل 5 دقائق. ونفس الخطوة اللي سويناها هذيك الساعة راح أصب عليها المي الساخن، ودا أحاول المي على كيفي أوزعها بكل جوانب الشعرية، ما أريد جهة تشرب هواية مي وجهة قليل، بالتساوي تاخذ المي وبعدين أنقلها أصفيها يعني بخفية. هنا احتاجيت ماسكات للجدر لأن صار حار ساخن، راح أحولها بنفس الطبق اللي كنا دا نشتغل عليه. احنا على وقفتنا نقدر نخلطها مباشرة، بس أنا على مود التصوير دا أحول الطبق على الكاونتر. ودا أكتب لكم الخطوات حتى تحفظون. هاي تعتبر المرة الثانية اللي احنا دا نمزجها مع الماء، وأنا كتبت لكم عليت لها ملح في حالة ما انتبهتوا. لازم طبعا نضيف لها ملح. دا أمزجها كل زين، ممكن بالشوكة، ممكن أي أداة ثانية عندكم، وإذا تتحملون حرارتها فبإيدكم. لكن أنا بهاي المرحلة ضفت لها نصف قدح من المي البارد حتى أسيطر عليها، يعني تبرد شوية، ما تظل ساخنة وأنا دا أقلب بيها، وبنفس الوقت المي البارد ما يعجنها. يعني دا أتخيلها مثل طريقة السباكيتي، بعد أن نطبخها نصب عليها شوية مي بارد ما تعجن. وهاي قلت لكم اجتهادات بين طريقة وطريقة. راح أرجعها للمرة الثالثة والأخيرة على البخار، لكن هذه المرة بعد ما راح أنزل عليها المي الساخن، أعوفها تسخن باعتبار بردت بإضافة المي البارد، وتنطبخ وتستوي بعد أكثر. راح أضيف لها زبد ينطيها نكهة وطعم، وهاي خطوة مهمة، إضافة الزبد. أي نوعية دهنية أنتوا تفضلوها. هنا استخدمت ملعقة تصير مثل الشوكة تخلط كل الزين، بس يعني تتفلفل الشعرية كأنه دا استعمل شوكة. بديت بالإضافات اللي خلوها ويا طبختنا اليوم، إضافات كلش بسيطة. هذا كشمش مغسول نظيف، راح أحمسه شوية، يعني أخلي له شوية سكر وأكرمله يعني مثل ما يقولون، إضافة مي بسيط. وهاي أنواع التوابل اللي دا أضيفها. هم يضيفون فلفل أسود، أنا أحس الأكلة حلوة ضفت لها كبديل، واجتهاد من عندي جازة الطيب، انتو حسب قناعتكم. نتركها مقدار بسيط على النار، يعني نتجنب انه تحترق، ونحضرها حتى نهيئها نزينها على الطبق. طبعا انا كنت بهذا اليوم سويت لهم مرقة دجاج، هي الوصفة الرئيسية في حالة يستغربون من وصفتي لليوم، ويعني يكون السفرة تناسب كل الأذواق،
يوجد أكيد بأفراد الأسرة ما يحبون يغيرون الطرق التقليدية، وأكو بالعكس أولادنا يحبون التغيير. هنا حضرت دارسين، سكر مطحون ولوز مطحون محمص للتزيين ضروري، وهاي الطريقة التقليدية بتزيين طبق السفة المغربية، وأكو بعد يضيفوا له المشمش وإضافات أخرى. أنا هاي الإضافة المعتادة عليها. طبعا صار طعمه كلش طيب، ويعني أشجعكم على مثل هيك وصفات. يعني ما أريد أقول لكم هي مثل طعم الهريسة، بس نفس فكرتها. يضيفوا لها الهريسة لحم ويعني ملح، مع ذلك عند التقديم يضيفوا لها سكر ودارسين. مثل هيك وصفات تشبع، لكن هي بديل مناسب جدا عن التمن والمرق. أتمنى حبيتوا فيديو اليوم واستفاديتوا من عنده، وأتمنى طريقتي كانت صحيحة بإعداد هذه الوصفة، لأن هي مو عراقية بس أنا مسويتها عدة مرات. بالنهاية أشكركم على حسن المتابعة. مع السلامة.